السلام عليكم، مرحبا بالجميع وتحية إلى كل من تفاعل، تواصل، انتقد، ترك اقتراحات وترك ملاحظات داخل هذه القناة المتواضعة. في هذه الأيام العظيمة ومكرماتها توجه لكم بصادق عبارة الشكر والثناء على كل ما تقومون به. لذلك صلاة وسلاما على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، ننطلق مباشرة دون مقدمات في مضمون الحلقة، ومن خلالها غنتحدث على مركز داخل الفريق الوطني وكأنه يعاني لعنة ما، مركز الرواق الأيسر. اليوم ملي كنتحدثوا على الفريق الوطني والإكيليبر، التوازن اللي حدث على مستوى مختلف المراكز، أو الفائض اللي موجود على مختلف المراكز، والخيارات اللي كاينه مختلف المراكز، مركز واحد شكل نقطة ضعف داخل منظومة الفريق الوطني، وكان مرتكزا لبلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد العودة من كأس إفريقيا للأمم، وركزت على إصلاح الخلل ومكامن الخلل. ومن خلال التحدث مع مسؤولين اللي كانوا وجهوا هذه الملاحظة الوليد الركراكي، فالهدف والغاية والقصد من مضامين الخلل تركزت على جوج المراكز: محور الظهير الأيسر اللي شغلوه ثلاثة لعابة في كأس إفريقيا للأمم، محمد الشيبي، يحيى عطية الله، ونصير المزراوي. ثم الهجوم ديال الفريق الوطني الذي لم يتسم بالفعالية المطلوبة، وبالتالي كان هذوما جوج المحاور مكامن الخلل. اليوم ونحن نشخص، واريد ان اتحدث بهذه اللغه لان البعض لامني، قال لي منعم تعلقنا بالقناه في بدايتها على اعتبار طريقه الاداء والسرد والالقاء كانت باللغه العربيه. لاحقا لاحظنا انك نخلط، مشيتي مع الدارجه المغربيه. فاليوم نزولا عند رغبه هذه الفئه، ولا اقول بانني انطلق مما يطلب المشاهدون، ارتأيت ان اتحدث في هذه الحلقه بلغه تمزيج 75% باللغه العربيه البسيطه جدا جدا. والغايه ديالي بحال اللي قال لي واحد: كي لا اسقط في حاله تنافي. واننا حين انطلقنا فقد قلنا للمشاهد والمتبع الكريم بان الغايه ديالنا تجويد النقاش والارتقاء ببعض المؤدى اللغوي بما يفيد المتلقي في بيته، سواء كان طفلا صغيرا من ناشئه، او كانت ربة بيت ممن تعلمت ونهلت من اللغه العربيه في حدود معقوله، او ممن هم فطاحله اللغه العربيه، ولا نستلهم منهم دائما التصحيح والتصويب ونحن كلنا اذان صغير. فالفريق الوطني اليوم يعني بنسبة 100% له مركب نقص أو نقطة ضعف تتجلى في الرواق الأيسر. حراسة المرمى لا نقاش لا جدال، اليوم تمثل خلال العقد الأخير هي المركز الوحيد الذي حقق التوازن المطلوب مثل ما لم يتحقق في السابق. زكي بدو، حميد حمو، حسن الرفاهية، خليل عزمي، فتاح الوداني، جميع العناصر التي تعاقبت على الفريق الوطني في فترة الزكي إلى غاية واحد الفترة التي عشنا فيها اهتزاز، لم يغري الجرموني القاسي، عشنا حالة اهتزاز. اليوم حراسة المرمى منذ 2014 إلى غاية 2024 تعيش توازنا غير مسبوق، تواجد ياسين بونو، منير المحمدي، وتعاقب التقناوتي الزنيتي إلى غاية المهدي بن عبيد مكملون للمشهد. على مستوى الدفاع اعتزل مهدي بن عطيه، داكوستا، حضر لاعب رومانسي، سنيف اكرد، تستمر مع حضور جواد اليميق، اشرف داري، عبقار، شادي رياض، يعني لا خوف. الاظهره كذلك، الظهير الايمن هنالك يعني اشرف حكيمي، بعضه لو درنا نصير المزراوي دوبلير، ظهيران عالميان عباد الله. لا يوجد منتخب افريقي عربي له ظهيران بمقاسات عالميه ضمن التوب 10 يعني ديال الترانسفير ماركت الاظهره على المستوى القاري: اشرف حكيمي ونصير المزراوي. لو نصفنا الحاج نصير وصنفناه في مركزه الظهير الايمن، غنخلي الظهير الايسر نمشي لوسط الميدان فائض من اللاعبين، الهجوم فائض من اللاعبين، ولن ادخل في هذه المتاهات ديال ابراهيم دياز، ديال عدلي، ديال اخوماش، ديال زياش، ديال الصابيري، ديال سفيان الرحيمي، ديال اللاعب يوسف النصيري، ديال ايوب الكعبي، ديال العيارات اللي ما كايناش، سفيان ديوب المصاب، بن الصغير، العناصر ديال الفريق الوطني التي تصطف في الطابور، الخنوس الزلزولي كثير، الواحدي او عفوا البقراوي، الوزاني، الجباري اللي ما تيلعبوش. اذا لا خوف، يبقى لنا الرواق الايسر. اليوم لو لاحظتوا معي، وهنا سانطلق في من خلال تشخيص الامور بتبسيط اكبر، الظهير الايسر لا زال كما سميته الرواق المعاق، يعني اللي فيه لونديكاب، اللي فيه الاعاقه المزمنه، اللي هو يشكل مكمن الخلل الاول والاخير من دون ما نتناقشوا مع باقي المراكز. كيف يعقل؟ باننا مؤخرا في المباراه ديال الفريق الوطني، دون ان يتقدم اي كان لينصب نفسه مرافعا عن وليد الركراكي، لاننا لا نضع الركراكي في قفص الاتهام، بل نسائله كما سنسائل هيرفي رونار، وحيد خليل جيت ومن سبقهم. لان هذا المركز منذ فتره سابقه انا تحدثت لكم، منذ فتره عبد الكريم الحضريوي لاعب الجيش الملكي الذي ورث نفس المركز عن عبد المجيد المنيس المراكشي ابن ديال الجيش الملكي ايضا،
الظهير الايسر تارجح ما بين بدر القادوري، اكرم الروماني، الحسين خرجه لبس هذا الدور الذي يلبسه نصير المزراوي في كاس افريقيا 2004 مع الزكي بدو، مريانه، احيانا عبد التيرمينه ديال الوداد، المحذوفي، القاسمي، كثير هما الجبيره، عناصر تارجحت دون ان ترقى المستوى ديال العالميه، الى غايه مثلا لجينا ايرفي رونار شغله حمزه منديل. حمزه منديل تم تقديمه على انه النجم الساطع، اللاعب اللي شالك، ثم هذه فتاجا يختفي. لاحقا مع السيد واحد خالد جيت لاعب يدعى سفيان القرواني القادم من هولندا اختفى. اذا اللي غيبقى ثابت وقار هو ان نصير المزراوي تحمل هذا الدور في اطار الترقيع، وتحمل ما لا يطاق على مستوى التقييم وعلى مستوى مراقبه الاداء. لاعب لم يكون كظهير ايسر، ونحاكم المزراوي كظهير ايسر الى ان اتى السيد وليد الركراكي في كاس العالم، يصاب نصير المزراوي امام كرواتيا، تم تعويضه باللاعب يحيى عطيه الله. تمريره بقيت خالده في الاذهان، الصعود يعني الانطولوجي اللاعب يوسف النصيري مع البرتغال، وبالتالي يحيى عطيه الله نال نصيبا من النقاط افضل من نصير المزراوي في كاس العالم. تكرر المشهد امام البرازيل في طنجه تمريره، تكرر المشهد امام منتخب انغولا تمريره وهدف. وبالتالي على مستوى الامداد والارقام والاحصائيات، حين نضع نصير المزراوي ويحيى عطيه الله على مستوى التمرير ليزاسيست، طبيعه الحال يتفوق لاعب الوداد السابق، لاعب سوتشي الحالي، لاعب الفريق المستقبلي ما عرفناش معاه. لكن حين يستدعي وليد الركراكي نصير المزراوي ويقول بالتصريح بعظمه اللسان لن اوظفه ظهيرا ايسر مستقبلا، اذا شكون اللي بقى لك كظهير ايسر سي وليد؟ اخر مباراتين ديال الفريق الوطني كان هناك يحيى عطيه الله، اللعابه اللي كانوا معاه الشيبي كان دايروا دوبلير اللاعب حكيمي ودوبلير اللاعب عطيه الله، بدليل انه لعبوا في مباراه الكونغو ولعبوا في مباراه كاس افريقيا ظهير ايسر، جا منه الاهداف اللي تعادلنا مع الكونغو وتم جلده، ولا يتم تحميل محمد الشيبي ما لا يطيق. مزيان، اليوم لدينا عناصر تمارس ضمن اعلى الانديه العالميه، وتساءلت لماذا غاب يوسف الخديم عن معسكر يونيو وحضر ضمن معسكر مارس، بينهما مسافه 3 أشهر. حين حضر يوسف الخديم معسكر مارس لم يكن يلعب مع كارلو انشيلوتي، لم يكن يلعب تشامبيونز ليغ مع نادي ريال مدريد، ولم يكن يلعب لا ليغا. نفس الخديم من بعد معسكر مارس ظهر في مباراه تشامبيونز ليغ مع الفريق الرديف لريال مدريد، وظهر في مباراه لا ليغا، وكان على درجه من النضج لانه تحفز بحضوره في معسكر الفريق الوطني، وظهر بانه تانسبيرا ومشى، بدليل الركراكي بانه من بعد الذهاب ديال معسكر مارس تم تمديد العقد ديالو مع نادي ريال مدريد الى 2027 او 26. اذا هناك معطى امتياز لم يكن في السابق. ما هو مصاب ما هو. ثم ان اللاعب الخديم قبل كاس افريقيا للامم احضره وليد الركراكي من اجل دخول الاجواء. هاد الجوج ديال المعايير جعلتنا نرفع القبعه لوليد الركراكي، لان نقول بانه يفعل ما لم يفعله سعيد شيبه مثلا، ما لم يفعله الشرعي مع ازنو ومع اللاعب الخديم في السابق. طيب، اللاعب الثاني هو ادم ازنو، حضر في معسكر المنتخب الاولمبي مع السكيتيوي، لم نشاهده في مباراه بلجيكا من الاساسيين، مباراه ليبيريا المغلقه ما عرفناش التشكيل وشنو كانت، ربحنا بخمسه. وبالتالي كنت اتمنى حين تعذر على نصير المزراوي الحضور واختار الحج ان يستدعي وليد الركراكي اللاعبين، سواء الخديم او اللاعب ادم ازني. ما لعب شيء الشيبي، ما لعب شيء السيباري، ما لعب شيء داري. عديده هي العناصر التي لم تلعب ولم تنال فرصتها، وبالتالي هذه العناصر ما درت اضراب، ما تمردت، على الاقل استفادت من الاجواء واستفادت من الفرحه ديال الجمهور واستفادت من معنى مباراه رسميه داخل المغرب في تصفيات كاس العالم. ما الذي كان يمنع الركراكي على ضم الخديم؟ من يوصل الدقيقه العاشره غنبدا المسار ديال الدارجه مع الاخوان. ما الذي كان يمنع وليد الركراكي من ضم ادم ازنو؟ هو تحفيزه، لان ادم ازنو ايضا حين لم يكن يتم المنادات عليه كان مع الفريق ديال الرديف ديال بايرن ميونخ. قبل نهايه البوندسليغا تم تصعيده عن طريق توماس توخيل والعباقره علماء الكره داخل نادي بايرن ميونخ، وانتم تعرفون الفريق اللي ورثوا عن الراحل القيصر فرانس بيكنباور، رومينيغي هانيس، اللي بغيتي تدخلوا مشى محمد شول او اوليفر كان. فريق بايرن ميونخ يشتغل وفق منظومه جرمانيه واقعيه ما كاينش فيها العاطفه. الصعود ديال ادم ازنو هو تحضيره ليكون خليفه السهم المكوك الكندي الفونسو ديفيس، القريب جدا. اليوم لم يريد التمديد مع الفريق العملاق البافاري لانه قريب جدا من ريال مدريد. ان ينظر نادي من حجم ريال مدريد الى لاعب 17 العام
من طينة الخديم على أنه الظهير الأيسر المستقبلي لريال مدريد بعد ألفونسو. شوف القاسم المشترك ما بين الخديم وأزنو. الخديم غيكون هو المستقبل اللي غيورث الفونسو في ريال مدريد، وادم ازنو اليوم بصيغه المضارع الحاضر هو اللي غيورث المركز ديال الظهير الايسر من الفونسو ديال نفس الفونسو. اذا عندنا جوج لعابه كيلعبوا اظهره يسرى. ما بغيتش نهضر على الحموني اللي لعب في كاس ديال الناشئين واختفى، وهنا كنتوجه بالتحيه للسي عبد الهادي السكيتيوي. علاش؟ لان عبد الهادي السكيتيوي هو الوحيد اللي عطى واحد اللاعب سميتو كتيبه او قتيبه ياك هذا هو سميتو، اللاعب اللي داير بحال طاهر الخلج ما شاء الله تعالى، ولعبوا مع حسنيه اكادير. ما شفت حتى شي مدرب تجرأ من المدربين البطوله وقال راه نشوف داك اللعابه اللي مشاو لاندونيسيا وعجبونا ونعطيهم فرصه. تيتلاوطوا على اللعابه في الميركاتو، جيب لي من جنوب الصحراء، جيب لي من موريتانيا، جيب لي من النيجر، جيب لي من الموزمبيق. ما كنطعنش انا في الجنسيات ديال الدول، ولكن كنهضر على اللعابه اللي كان قال واحد المنتسب وخارط رجاء الودادي الخرده، وما ناخذش انا ولد ديالي 16 17 عام ونكبرو. ما نشوفش انا كوبارسي ولا نشوف لامين يامال ولا نشوف الريال مدريد اللي كتصعد اللعابه ديال 17 عام ويلعبوا محشومه. حنا 17 عام باقي صغير. على العموم هذا الحموني ما بانش، الحموني اللي ماركا داك البيلانتي بواحد هدوء بارد بدم بارد مع ايران في ضربات الترجيح، تعقلوا عليه. الزهواني اعتذر الحموني كيلعب في الهافر وايضا هو عنده عسريه، ولكن هو الي. كنهضر على الزهواني واجدد الاعتذار، بحال اللي كنفتح قوس ونعتذر. المشاهدين الكريم، خانتني الذاكره من نتحدث على المباراه ديال العيد الاضحى، ففعلا ربحنا مالي بسته، ولكن الهاتريك اللي قلت انا تماركا، فالهاتريك كان ماركا خالد بوطيب على الكابون ايضا في تصفيات كاس العالم في الدار البيضاء من ربحنا 3-0. المباراه ديال 6-0 لعبناها في العيد الكبير ايضا، بحال اللي لعبنا وربحنا بسته في تصفيات كاس العالم، ثم لعبنا مع الكونغو وربحناه في 6-0 وفي الايام ديال العيد الكبير. غير هو الهاتريك ماشي تماركا امام مالي، تماركا امام الكابون وبويوي وجب التصويب والاعتذار. بنرجع للموضوع، نخلي الزهواني. هاد الزهواني يا سيدي 17 عام وكيلعب مع الانديه ديالنا ما نعيطولوش، ولكن انا اليوم كنهضر على الخديم. اليوم غير بغيت غير منطق واحد يبرر لي علاش الخديم تم اقصاؤه من اللائحه ديال الفريق الوطني ويحضر، خاصه وغابوا لك جوج لعابه، غاب لك ريتشاردسون وغاب لك اللاعب المزراوي. حتى واحد ما كيلزم وليد ركراكي يكونوا عنده 25 يقول له خذ 27 صحه. ولكن انا كنقول لك الا ما كناش كنلزموه عنده الواسع الحريه يختار اللي بغا. هاد الركراكي يا سيدي يدير اللي بغا ما كاينش مشكل وحنا معاه. هذه غير باش نقطع الطريق على البعض اللي غيدير التعليق، حنا مع قلبا وقالبا شكلا ومضمونا، دون ان يكون هذا مجال باش نخليوه يدير اللي بغا دون ان نسائله. ما ننتقدوش، نسائل، نطرحوا اسئله. هذه نديروا له الكمامه ما يمكنش، ما يمكنش، لانه ما مر في تاريخ الفريق الوطني شيء بهذا الشيء. وبالتالي كنقول الخديم اللي عيطتي له في مارس راه ما كانش سنا كونطرا مع ريال مدريد كيمدد. الخديم اللي عيطتي له في مارس موراها راه عطى دو باس ديسيزيف مباريات تبعتهم انا وداك الشيء من المستوى العالي. ما يعطيش هذا الخديم دي باس. انا ندير بحال هيرفي رونار اللي كان تيجيب حمزه منديل من الاكاديميه وماشي كونطرا بروفيسيونيل وكان تيلعبوا في الفريق الوطني. شوفوا الفرق فين كاين. واش نجي دابا ندير مقارنه ما بين رونار ووليد؟ لا، كنعطي منين كنكون عندي واحد المركز في خصاص. كيف السيد كان تيخدم تيقول لك هذا المركز راه عندكم في خصاص. اسيدي انا الحكيمي اللي عطيتوني ارير غوش هو ارير دروا، عطوني منديل وفعلا جا الفريق الوطني وكراس الفريق الوطني سنا كونطرا مع شالكي. فعلا ما طورش منديل ولا شي حاجه، هذه امور تعنيه. ولكن انا اليوم كنتسائل واسائل من خلال كان واحد الوقيته وحيد خليل الدزيج حتى الوليد كان داير اللاعب الكرواني وكان داير اللاعب ادم ماسينا. ادم ماسينا اصابات متكرره في الكالشيو، ما طورش المستوى ديالو شويه في العمر بدوره علامه استفهام. ولكن منين يكون عندي انا لاعب واحد اللي هو عوينه كنشوف فيها هي عطيه الله، والحاج المزراوي قلت بانني ما غنلعبوش ارير غوش، والسي المزراوي ما كاينش راه في الديار المقدسه تقبل الله منه. علاش ما ندخل شي الخديم؟ وشنو هو الموقف اللي خلاني ما نجيبش الخديم؟ وكيفاش غيكون الدور ديال الخديم والموقف ديال الخديم اللي حضر معايا جوج كونسونطراسيون والثالثه ما جاش؟ انا ما كنحرضش لاعب ولا كنقول لك على الاقل تتكون مصاحبه نفسيه. هذا الخديم راه حكيمي كان تيلعب في الفريق الوطني وما كانش تيتولير في ريال مدريد، وكان حتى هو ولد فالدي دي باس وكانت عنده 17 عام، وكان زيدان كيلعبوا عمال رومبلاسو وجا الفريق الوطني وبان مشى لكاس العالم حتى حطم الرقم ديالو بلال الخنوس. الحكيمي راه مشى في 18 عام كاس العالم. الا خليت الخديم ما جبتوش، علاش ما دخلتش ادم ازنو للفريق الوطني؟ ادم ازنو بغينا غير نشوفوه ونحكموا عليه. انا شفتو في بعض المباريات الوديه وخاصه المباراه اللي كنلعبوا توماس توخيل كونتر بال او بازل السويسري، بان لي لاعب عنده امكانيات، بان يمكن لك توظفوا جناح وتوظفوا ظهير ايسر. نخليو هذه المباريات نسالوا حنا غير من خلال
ربط الأمور بالأحداث وبالواقع ديالها. نادي من حجم بايرن ميونخ، المشهور بتفريخ الأظهرة، لا سانيو الفرنساوي ولا ليزاراتزو الفرنساوي، مزيان، ولا هذا اللي تيلعب مع هذا الفرنساوي اللي تيلعب معاهم بحال اللي الشقيق اللي كان في ريال مدريد. ما يمكنش بايرن ميونخ ونخليو ريال مدريد تغلط في لاعب صغير وتوقع معاه عقد في مركز ظهير ايسر، مستحيل. وهذا اللاعب منين جاي؟ حتى هو خريج لاماسيا، يعني كاع الامكانيات المعطيات كتصب بان هاد جوج اللعابه راه هما المستقبل ديال الفريق الوطني. وبالتالي هناك واحد الحاله ديال التناقض، حاله غريبه جدا جدا جدا، هو انه المركز اللي كنقولوا اليوم يشكل ضعف ونقطه ضعف داخل الفريق الوطني، ويشكل نقطه اعاقه مزمنه كضرنا في خاطرنا، راه يقدر يكون هذا المركز هو نقطه القوه في المستقبل الا خدمنا عليه دابا. بدليل ماذا؟ بدليل هو ان عندي في الظهير الايمن جوج اللعابه طياير من العيار الثقيل، من عيار عالمي، لا فورماسيون ديال الهبال، واحد مفورمي في ريال مدريد وواحد مفورمي في لاجاكس، حكيمي والمزراوي. ويكونوا عندي جوج اللعابه مفورمين، واحد في ريال مدريد الكاستيا لا فابريكا، وواحد مفورمي في لاماسيا اللي هو ادم ازنو، لان ادم ازنو راه ولد البارسا، بحالو بحال اخوماش، بحالو بحال الزلزولي، بحالو بحال شادي ريال، بحالو بحال جمال. حنا كنا كنضاربوا نعاودوا نعكسوا الايه. لامين يامال نوضنا قيامه عليه مع الصباليون، عنده 17 عام ما صغيرش. وازنو والخديم اللي جاو ديالنا جاونا سالمين مسلمين وفاتحين الاحضان صغار، منطق غير مقبول بالمره، وخاصه في واحد المركز اللي كيقتضي باننا اليوم كنشوف جميع المراكز فيها الدوبلير. كاين مركز اللي فيه 5 لعابه، ضاري، عبقار، سايس، شادي رياض، ثم نايف اكرم. وعندي في الرواق الايمن نقدر نلعب 3 شوا، المزراوي وحكيمي والشيبي، مزيان. ونجيب انا الشيبي من بيراميدز نديرو دوبلير ديال يحيى عطيه الله. الشيبي احترموا الشيبي، طنجه، الرجاء، الجيش، مزيان. والشيبي في هاد لاج نجيبو انا نديرو دوبلير، هو درواتي نديرو في البيكوش عطيه الله، حيت كنت تضرب عطيه الله غتدخل الشيبي. ونخلي ازنو راهي بايرن ميونخ، ونخلي الخديم ريال مدريد، سنان الحليب 17 عام، المستقبل الواعد، طوب ديال اللعابه لاكريم. الا غيبان لي انا مع هاد كومباني ولا كذا الكومباني هذا اللي جا عند البايرن ميونخ، عند بايرن ميونخ اللي كان تيلعب في المنتخب البلجيكي ومانشستر سيتي، ونخلي كارلو انشيلوتي تا هاد شي نهار يبينوا هاد جوج اللعابه وينفجروا هاد اللعابه ويكونوا الطوب، عاد نجيبهم. انا ما بقاتش عندي الشوفه. نتمنى واتمنى صادق وادعو خوتي المغاربه في هذه الايام العظيمه عند الله سبحانه وتعالى ما تلوموناش، والله لا نتجاوز الاختصاص ولا نتعداو، ما طالوش انا نقسم كاع وانا اعتذر على هذا القسم واسحبه. نحن نناقش هنا ظواهر خاصه داخل فريقنا الوطني، لان كره القدم ما فيهاش خطوط حمراء ولا اسلاك ناسفه ولا وكنتحدثوا الشريف بحال اللي كنتحدثوا في القهوه. سالوني ناس مونعم قول لي يا خويا هذاك الجهه اليسريه اللي فيها عي حطيه الله وعندنا الخديم وعندنا ازمه، كتلقى السؤال المواطن بسيط منطلق غير من التلقائيه بداته كيلامس لك الواقع، وغتقول له انت كتعرف حسن من الركراكي يقول يمكنش. وبالتالي هذا مجرد سؤال، واتمنى هذا الخطا اللي حدث في هذا المعسكر ما يتكررش. راه لازم نتابعوا هاد جوج اللعابه، ولا ما كانتش المراقبه ديالهم في لي كونسونطراسيون ديال الفريق الوطني، راه سيدي الشون اليوم وقف على كانتي عامين ما جابوش ورجعوه، لان المناسبه شرط. شاف فيه غياكل به الخبز، وغتفرجوا في كانتي وغتشوفوا الدور ديالو المحوري، لان قال لهم هو اللي كان ناقصني في المباراه ضد الارجنتين وفي كاس العالم. هادو اشياء تترك المجال للنقاش من اجل نتناقشوا ونستافدوا من بعضياتنا، ما فيها فهمه، ما فيها نادي، ما كاين حتى شي حاجه. حنا بغينا لعابه اللي يكون هذا الظهير الايسر اللي كان هو البورتمونور من عبد الكريم الحضري وعبد المجيد المريس، كان هو السقايه تا ولينا كنقولوا كنعيشوا فيه لونديكاب والاعاقه وما يمكنش، وحنا عندنا الخير ثلاجه عامره. شكرا لكم، الى اللقاء في حلقه مقبله مشاء الله تعالى.